في فيديو ترند طالع عن البطريق انه واقف لوحده، والبطاريق اللي فاضله واقفه مستنياه، والناس عماله تضحك وتقول ان البطريق ده دايما شجاع. ولكن مفيش حد كان بيسأل نفسه سؤال مهم: هو ليه الباقيين ما اتحركوش من البطريق؟ ولكن القصه اللي انا جاي اقول لك عليها النهارده دي مش عن البطريق، لا، القصه دي عشاني وعشانك وعن كل واحد مستني اللحظه المثاليه اللي ما بتجيش ابدا. ولكن البطريق ده ما كانش متأكد وما كانش ضامن النتيجة النهائية، وما كانش معاه خطة 5 سنوات زي باقي الناس ما بتصور لنفسها أو بتحاول تخطط ل5 سنوات في المستقبل وفي الآخر ما بتعملش حاجة. بس كان معاه حاجة مهمة جدا، وهي إن كان عنده قرار إن يمشي في الطريق ده لوحده، ما يبقاش مع القطيع، لازم يكون مختلف عن الباقي ويمشي في الطريق اللي هو عاوز يوصله. والباقيين كانوا واقفين بيحللوا وبيحسبوا الطريق اللي هو مشي عليه، وكانوا بيفكروا وبيستنوا مين اللي هيمشي الاول منهم. عارف ده شبه ايه؟ عامل زي واحد عاوز يغير من شغله ولكن مستني اما يبقى الشغل بتاعه فيه طريقة مطمئنة او يطمئن في شغل تاني. وزي واحد عاوز يعمل دايت بس مستني اول الشهر، ولكن في الاول وفي الاخر انت لو ما بداتش وخدت قرار دلوقتي مش هتبدا خالص. ودايما كلنا بنبقى واقفين ومستنيين اللحظه المثاليه، ولكن اللحظه المثاليه مش هتيجي الا غير اما نبدا في الحاجه اللي احنا عاوزين نبدا فيها. بس الحقيقه اللي محدش قالك عليها، اللي مستني عمره ما هيبدا، دايما هتفضل واقف زي ما انت ومش هتبدا في اي حاجه ابدا. لو انت فضلت مستني او مستنظر حاجه، لازم تاخد قرار وتبدأ فيه في أقرب وقت ممكن. بص، خليني أقول لك على حاجة ممكن تزعلك مني، ولكن الحاجة دي أنا بقول لك دي نصيحة مني ليك. مشكلتك مش إنك خايف، ولكن مشكلتك إن مستني حد ياخد قرار مكانك، ولكن الحاجة دي مش هتيجي أبدا. لازما أنت اللي تاخد قرار، لازما تشوف الحاجة اللي أنت بتحبها وعاوز تعملها، تاخد أنت القرار فيها وتبدأ فيها في أقرب وقت ممكن. مش لازما تشوف حد بدأ في الحاجة دي أو خد خطوة فيها، ولكن انت اصنع الطريق الامثل للحاجه اللي انت عاوز توصل لها. دايما الناس هتفضل مستنيه حد يبدا، ولكن خليك انت الافضل وابدا في الحاجه دي. انت شايف نفسك هتحقق هدف في حاجه معينه، ابدا فيها. ما تستناش اما حد يبدا فيها وبعد كده انت تمشي وراه. ما تبقاش عامل زي الناس اللي بتمشي ورا بعضها او تمشي ورا القطيع. خليك دايما انت واحد من الناس 1%. ما تفضلش انت من 90% من الناس اللي بيمشوا ورا الحاجة او بيمشوا ورا الترند. حاول تصنع لنفسك طريق احسن من الطرق اللي الناس بتمشي فيها. خليك دايما مختلف، ولكن في الطريق الصح، في الطريق الافضل، في الطريق اللي هيوصلك للنجاح. ولكن دايما الطريق الصح ما بيبدأش بحماس، بيبدأ بملل وتعب وزهق. ولازما بدال تعبت وزهقت وحصلك ملل في الطريق اللي انت عاوز توصل فيه، اعرف ان الطريق ده نهايته هي طريق النجاح. ودايما طريق النجاح بيبقى فيه صعوبات في الاول. اي طريق سهل اعرف ان بعد كده مش هيبقى فيه نجاح قوي، هيبقى النجاح بتاعه نجاح ولكن نجاح ضعيف. ولكن البطريق ده ما كانش بطل، ولكن كان زهجان من وقفة وواقف في وسط قطيع ما بتحركش خالص، ولكن هو خد قرار انه يتحرك نحو شيء معين، ناوي يتحرك وعاوز يعمل او يسعى ويعمل اللي عليه. ما يفضلش واقف زي ما كان، ولكن في دماغه ان كان يسعى ويدور ويشوف الحلول ويشوف الطريق الافضل اللي نمشي فيه ويغير مستقبله. ولكن الامان اللي انت مستنيه دي حاجة وهمية وعمرها ما هتحصل ابدا. الوظيفة اللي انت شايفها امنة دي ممكن تيجي في يوم من الايام تترفض من الشغل. والعلاقة اللي انت شايفها مضمونة 100% دي ممكن تنتهي في لحظة، ممكن تنتهي في اقرب وقت ممكن. حتى المكان اللي انت واقف فيه مكان مش مضمون. فلو كده في مخاطرة، ليه ما تخاطرش من الاول وخلاص؟ يعني انت عارف ان كده في الاول او في الاخر في مخاطرة، ليه ما تخاطرش؟ يعني ما تفضلش واقف زي ما انت وتفضل تعيش في دور اللوم وتلوم نفسك ويا ريتني كنت عملت ومش عارف ايه. لا، ما انت جرب وعيش وشوف حياتك. حتى لو ما عملتش حاجة يبقى انت اسمك عملت اللي عليك، عشان ما تجيش تندم على الوقت اللي فات منك زمان. لكن لما تجرب وتعمل تقول انا عملت اللي عليا وانا سعيت ومشيت في الطريق ده، ولكن ربنا ما كرمنيش فيه. ولكن اللي بيسعى على قد جهده ربنا بيرضيه. الجميل في القصة مش ان البطريق مشي، ولكن الجميل في القصة ان في بطريق مشيت بعد كده ورا البطريق اللي مشي ده، في بطريق تتبعه خطوات اللي مشي عليها. ولكن ده طريق النجاح الصح. لازما انت تصنع القرار وتشوف مسيرك في الحياة لحد ما توصل لخطوة معينة من النجاح. بعد كده هتلاقي الناس بتمشي وراك، هتلاقي الناس بتتبع خطواتك اللي انت مشيت عليها، وبكده هتكون انت اللي صنعت الطريق وصنعت النجاح كويس جدا.
وعملت تأثير على الناس بطريقة فعالة. ويعرف دايما ان اول واحد هو اصعب واحد، ولكن هو ده الشخص اللي بيبقى نجح، ولكن الشخص ده هو اللي بيكسر الخوف للباقي، يعني بيخلي بعد كده الباقي يعرف الاخطاء اللي وقع فيها ويعرف الناس دي الاخطاء، ويمشي بعد كده كله بيمشي بطريق سليم. وممكن الاخطاء دي انت تعمل لها كورسات وحاجات كتير وفلوس كمان، ولكن انت اختصرت طريق لناس كتير. ممكن يكون انا وانت مش اقوى الناس ولا اذكى الناس، ولكن ممكن يكون عندنا قرار معين خدناه هو اللي بسببه ممكن ينجحنا في شيء معين. ولو خدنا خطوة واحدة كل يوم في حياتنا هنبقى سابقين اكتر من 1000 شخص تاني واقف مكانه. واعرف دايما لو انت مستني اشارة فهي دي، ولو مستني دفعة يبقى هي دي. ما تستناش تكون جاهز عشان تبدأ، ولكن دايما ابدأ عشان تكون جاهز. يعني انت حابب تبدأ في شيء معين، ما تفضلش تجهز نفسك فيه وتعمل عشان توصل لحاجة معينة، ولكن ابدأ فيه دلوقتي. بعد كذا خطوة او كذا حاجة هتوصل للهدف اللي انت عاوزه. يعني انت دلوقتي عاوز تعمل فيديوهات على اليوتيوب زي الفيديو اللي انت شايفه ده، لا ابدأ من دلوقتي، ابدأ بأي امكانيات معاك لغاية ما توصل لفيديو احترافي، لغاية ما توصل لفيديو مفيش حد يعرف يوصفه. لان انت بعد خطوات او بعد عدة خطوات هتلاقي نفسك اتطورت من غير ما تحس. وانا عن نفسي دلوقتي بصور من الموبايل اللي انت شايف منه الفيديو ده، وبصور بصوت او بمايك البويا اللي موجود معايا ده، ولكن ان شاء الله بعد فترة انا عارف وعارف بقول لنفسي ايه، بعد فترة هلاقي نفسي اتطورت وهكون عملت حاجات تطور شديد في الفيديوهات بتاعتي. ان شاء الله هجيب كاميرا وهجيب مايك يكون كويس وعالي جدا. ولكن المهم لازم تبدأ دلوقتي وتاخد قرار مهم جدا في اقرب وقت. ولو حسيت ان قصة البطريق ده غيرت في طريقة تفكيرك يبقى تكتب في الكومنتات بطريق. ولو حاسس ان الفيديو فادك ما تنساش تعمل شير لواحد صاحبك واقف مكانه، عشان الرحلة دي ما تبقاش لوحدك. ودايما حاول تحفز نفسك وتحفز غيرك، واعمل شير لحد واقف مكانه واشترك في قناة قوة التغيير عشان الرحلة دي ما تبقاش لوحدك. وفي القناة دي ان شاء الله احنا يعتبر مجتمع واخوة مع بعض بتدي نصايح لبعض. لو عندك نصيحة ليا انزل اكتب في الكومنتات وان شاء الله نتناقش فيها الفيديو الجاي. سلام.